تعملي ايه لو ابنك عنده النكتوفوبيا؟ ودي اعراضها: اولا ان هو بيخاف ينام في الضلمه، ولما النور يقطع بيقعد يصرخ. اولا لازم تعرفي ان النوع ده بيكون موجود عند كتير جدا من الاطفال، وعشان تعالجيه لازم تعرفي ايه السبب وليه بيخاف من الضلمه. خدي بالك ممكن يكون ابنك اصلا خياله واسع، فبيتخيل حاجات مش حقيقيه، زي مثلا: ماما الحقي في حد في الدولاب، ماما شفت حد في الاوضه اول ما طفيتي النور، ماما انا شفت رسمه مرسومه على الحيطه دلوقتي. وبعدين ما تنسيش احنا كبشر بنخاف دايما من الحاجات اللي ما نعرفهاش، وبالنسبه لابنك الضلمه حاجه غريبه عليه فطبيعي يخاف منها. السبب التاني ان ممكن يكون حد خوف ابنك في الضلمه قبل كده، او ان انت عملتي تصرف غلط قبل كده وحبستيه في اوضه ضلمه قبل كده. طب نعمل ايه عشان نعالج الموضوع ده؟ اول حاجه لازم ابنك يحس بالامان منك انت وخصوصا من باباه. تاني حاجه اتكلمي مع ابنك وشوفي هو اصلا ليه بيخاف من الضلمه، وبعد كده ابتدي عودي ابنك انه ما يخافش من الضلمه. وده بقى بنعمله بالتدريج، يعني مثلا ابتدي خلي في نور بسيط في الاوضه ويقل واحده واحده لحد ما يبتدي يتعود ان هو ينام في الضلمه لوحده. واخر حاجه لازم تستحملي ابنك وخوفه. قولي لي بقى في الكومنتات ابنك بيخاف من الضلمه ولا لا، وما تنسيش تتابعيني عشان نلاقي حلول للمشاكل للاولاد مع بعض.